قبل ما ابدا الفيديو انا هقول لك وحشتنا يا صديقي. النهارده راجع لك بافجر تطبيق هيعلمك ازاي تعمل رقم فيك سواء للواتساب او للتليجرام او للفيسبوك او الانستجرام او جوجل. التطبيق شامل كل مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق بص اقسم بالله حاجه جمدان. طبعا انا عارف ان مطول عليك وما بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بس انا والله كنت مقرر ان انا ما عادش انزل فيديوهات تاني، بس لقيت اكتر من واحد بيدخل يقول لي عايزين شروحات وكده، فانا قلت انزل ارجع لكم بتطبيق ارقام فيك. طبعا ده التطبيق معانا. طبعا دي الواجهة بتاعته كده وهو بيفتح. طبعا عندك دي الدول اهي. طبعا دي اقسم بالله حاجة جمدان. يعني بص في دول عندك هنا امريكا وهولندا وفنلندا والسويد والولايات المتحدة واسبانيا، وبص اقسم بالله وفرنسا واليابان، وحاجة اقسم بالله جمدان. وعندك هنا طبعا الارقام، وعندك هنا طبعا الاضغط بتاع التلات نقط دولت اللي هي الدول المتوفرة. مثلا تضغط كده كل الدول اللي تلاقيها. عندك هنا طبعا أرقام مرفوعة، وعندك هنا أرقام خارج الخدمة، وعندك هنا قناة المطور، وعندك هنا طبعا الشروط، وعندك هنا طبعا اللي هو اتصل بالمطور. عندك مثلا لو دخلت على أول دولة اللي هي 44، طبعا عندك دي فيها رقم واحد. عندك نطلع كده ونجرب مثلا اللي هي أول الدولة بتاعها 31. عندك بص أقسم بالله أرقام مليون، أكتر من مليون رقم. عندك مثلا الدولة دي معجبتكش، مثلا ممكن تروح على اللي هي الدولة اللي هي فنلندا دي. يعني انت بص حاجة اقسم بالله طرش من الاخر. مثلا تفضل تطلع لفوق كده عشان بس ايه الارقام، اهو تفضل تطلع كده. مثلا تيجي تدخل على اللي هو الرقم ده. طبعا عندك بص التطبيقات، عندك هنا الفيسبوك، وعندك هنا التيك توك، وعندك هنا بص تيك توك كمان اهوت. يعني بص الرقم بيفعل اي تطبيق في السوشيال ميديا حرفيا. مثلا انت تاخد رقم نسخ كده، هيقول لك بعدها تم النسخ. اول ما يجيب لك الكلمة دي هتيجي طالع كده. مثلا تدخل على اللي هو الواتساب بتاعنا اللي هو الفاضي، نفضل لك يعني اللي هو يكون الواتساب الاعمال. هتدخل كده وتكتب اللي هو رمز الدولة، وتكتب اللي هو فنلندا قصدي. بعد كده هتستنى وتروح تطلب كود على الرقم. طبعا مش من اول محاولة الرقم هيتفعل معاك، يعني مثلا ممكن بعد محاولتين 3 محاولات 10 محاولات، بس اهم حاجة انك هتفعل الرقم. بعد كده تضغط كده نعم. طبعا هتلاقي ليه وايه الكود بيوصل بيطلب معاك اهو. هتروح هنا مثلا تدخل على الرقم تاني. طبعا هو عندك هنا الرقم طالع اهوت من التطبيق. طبعا عندك اللي هو بص الدول كتيرة، مثلا تضغط عليها كلمة مور دي. مثلا انت عندك رقم هنا من اسرائيل، عندك مثلا الدولة دي لسه منضفتلهاش دول، لسه منضفتلهاش ارقام. عندك برضو على الدولة دي خليك انت مثلا اللي هي فنلندا والسويد مثلا اللي هي دي. مثلا بتدخل اي رقم كده. عندك هنا هو من ساعة بالظبط واحد طالب كود اللي هو تيك توك. عندك مثلا هتطلع كده. طبعا التطبيق دوت هيكون في الوصف. هيكون لما انت تيجي تثبته هتلاقي ان هو يطلب منك باسورد. الباسورد ده انا بقوله بصوتي رقمين في رقمين، واول رقمين اللي هما يكون 20. اول رقمين من الباسورد هيكون 20. طبعا بقى للناس اللي هي مش بتعرف تقول لي الباسورد في التعليقات، يا ريت محدش بس يكتب لي في التعليقات الباسورد كام او كده. انت مش هتخسر حاجه اصلا لو سمحت الفيديو، يعني هو كله بيبقى عباره عن 5 6 دقايق. مثلا تضغط على البحث ده كده. بعد كده تضغط على بحث اللي هو عن التطبيقات، وهتبحث عن برنامج اسمه فك الضغط. طبعا البرنامج ده هو اهو اللي قدامك دي. طبعا هو ان كان طالب منك عايز تنزله انت هتنزله اخر اصدار. لو مش معاك، لو معاك عادي انت هتفك منه التطبيق. طبعا انت كده اهوت لما فتحته ودخلت مثلا اللي هو التطبيق، هيقول لك مثلا اللي هي كلمة المرور. مثلا انت اول حاجة هتضغط على اللي هي دي كده، بعد كده تعمل تثبيت. بعد كده اللي هي كلمة المرور هنا هتيجي مثلا مدخل كلمة المرور. بعد كده بتيجي عامل حسنا. طبعا بتلاقي ان التطبيق بدأ يثبت معاك اهوت بدون اي مشاكل، ولا يقول لك مثلا الباسورد غلط او الكلام ده كله. والناس اللي بتفك اللي هو من الشير مش هيفك معاك ويقول لك ان الملف تالف. فانت لازم تنزل تطبيق زد ارشيف اللي هو فك الضغط، يعني اللي انا قلت لك عليه تنزله من متجر بلاي. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تحط اللايك الجميل والكومنت الحنين، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل اشعار تخمين. وخد اخر رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 30.
اخر رقمين يا صديقي من الباسورد هيكونوا 30. وما تنساش تنضم لقناتنا على التليجرام، واشوفك الفيديو الجاي يا عمر. سلام.